عربيتك طلعت دخنه، انت هتسكت ازاي؟ دخل لونها ايه؟ ابيض ولا ازرق؟ عربيتك مجرد ما تطلع دخنه شيل الموتور ارميه، مفيش عمر. الميكانيكا هيقول لك كده، وارد يقول لك غير مكنه والله دي ما ينفعش تعمر، بس دايما بقول ان الانسان طبيب نفسه، وانت اكتر واحد فاهم عربيتك، فاهم حالتها ايه. في حالات كتير تخلي المكنه لا قدر الله تبوظ، حالات كتير قوي تخلي العربيه مثلا تطحن، المكنه سخنت مفيش ميه، غرفه الزيت اتفتحت على غرفه الميه فالمكنه باظت، المكنه من كتر الركنه كتير. يعني انا مثلا عاصرت حاله ان العربيه المكنه مركونه كتير قوي، يعني عربيه مثلا كانت ماشيه 60,000 كيلو وبقالها 20 سنه مركونه، عربيه حلوه جدا 20 سنه اتركنت ما اتجربتش. فالاجزاء الداخليه الكاوتش وطقم الشنابر واللي هو كاوتش الصبابات اللي جوه نشف، فالمكنه بتدخن. فهل بقى دي تستاهل ان انت تغير مكنه؟ لا طبعا دي تستاهل ان انت تعمر. هنتكلم النهارده على حالات تغير فيها المكنه، حالات تعمر فيها المكنه، امتى تختار ده وامتى تختار ده. هعرض عليك كل المدارس وشوف انت عربيتك او الحاله بتاعتك مايله اكتر لاني مدرسه. فتعالى نقسمهم كده لشقين، شق العمره وشق ان انت تغير مكنه او شورت بلوك. بقول لك يا رياس، وتسر تجيلي في اوقات انا واقف مختلي فيها مع نفسي. ما هو عندي العربيه شغل اللي بتعملها بقى في الوقت ده والله. قول لي عندك ايه؟ العربيه بتدخن. لا والله. طب بقول لك عايز شات سجاره بس. يعني ايه العربيه بتدخن؟ لا يا قول لها التدخين ضار جدا بالصحه ويسبب الوفاه. بالله عليك، انت من المره اللي فاتت مغرقني افات، فبالله عليك بص على العربيه. خلاص غير مكنه ولا تعمر؟ ما انت شوف بقى، انت بص طب افتح الكبوت، اعمل اي حاجه. نعمل الحاجتين، نغير مكنه ونعمر يا عم. الحمد لله. افتح الكبوت بص عليها. ماشي. هي مدارس. انا مثلا بنتمي لمدرسه ان انا اشوف حاله المكنه ايه. في حالات ينفع التدخل فيها ان انت تعمرها وهتبقى كويسه، وفي حالات تانية العمره بتبوء بالفشل. يعني العربيه مثلا سخنت ووش الموتور فقع، هتقول لي هروح عند الخراط يقشط الوش ويعمله. بنسبه 90% في الحالات دي ما بتنفعش. الحالات اللي انا بنصح بيها ان انت تعمل عمره، حاله زي اللي انا لسه قايلها لك دلوقتي، ان مثلا عربيه مركونه العربيه بتدخن، كاوتش الصباب عايز يتغير، هتفك المكنه، كراط نضيف يغير لك كاوتش الصباب، طقم الشمبر، يشوف لك الحاجات اللي بايظه ايه عايز تتغير ويغيرها. لكن في حالات تانية العربيه خلاص زي ما قلت لك المكنه وشها فقع، خلاص مهما رحت واتقشط عند خراط، وحتى لو خراط نضيف وكل حاجه تمام، بس في حاجه اسمها سمك. السمك ده انت خدت منه كتير قوي، فخلاص السمك ده برضو بيدي قوه لاحكام الزيت جوه المكنه، فانت خدت منه كتير بقدر كبير، فالعمره مش هتنجح. طيب تعال نروح للشق بتاع ان انا اضمن منين العمره بتاعتي تنجح. طيب زي ما احنا عارفين او زي ما اكتر الناس عارفه، 90% من العمره، او يعني انا بقول 80% من العمره، اختيار ميكانيكي كويس واختيار خراط كويس نظيف. ال20% قطع غيار. طيب هتيجي تقول لي انا اجيب قطع غيار عامله ازاي؟ انت ما بتفتحش المكنه كل يوم. هو الموضوع مكلف؟ مكلف، بس لو قارنته بان انت تجيب مكنه هتلاقيه مش مكلف قوي قد ان انا اغير موتور. انت بتفتحش الموتور كل يوم، يعني مش ده سيركه تينا هفتح اغيره فخلاص، لا، انت بتفتح المكنه دي ممكن مره في العمر، اسمها عمره، جايه من اسمها مره في العمر. فحاول تجيب قطع غيار اصليه نظيفه عشان تضمن ان العمره فعلا تطلع 100%. ومفيش حد يقول لك ان انا هسلمك العربيه زي ما كانت، هسلمك شغل خواجه. مفيش حاجه اسمها شغل خواجه. الصنايعي او الخراط او الفني او المهندس او ايا كان عمره ما هيطلع يديك العربيه زي ما انت تكون لسه جايبها واخدها زيرو، او زي ما هي ما يكونش فيها اتعمل شغل قبل كده. احذر من اي حد يقول لك كده، لا، انت تبقى عارف ان العربيه مش تطلع 100%، ممكن تطلع 95%، ده يبقى حلو جدا. 90% ده يبقى برضه حلو جدا. تحت كده يبقى العمره دي فشلت. دور كده، بطل. ده الناس اللي انت بتكلمها من الفيديو اللي فات. ايوه المكنه دي انت عندك، بص صدقا انت عندك 2 اوبشن. ماشي. هو ايه الزيت اللي خارج بره ده؟ مش عارف. طيب بص صدقا انت عندك 2 اوبشن. حلو. يا تغير مكنه، تشيل مكنه ترميها، ولو فيها حاجه نعمرها عادي، او نعمر دي. ما وارد، يعني زي البطيخه زي ما انت فاهم، يا كده يا كده، او نعمر دي. تحب تختار؟ لا نعمر بقى طالما احنا زي البطيخه. طيب انا في 2000 جنيه قبل اي حاجه بتوع هحل المكنه دي. ماشي. طب نروح مع بعض نشتري المكنه اللي هي ما 2000 جنيه برضو تاني.
طب احنا هنعمر مش هنغير مكنه. مش هنغير مكنه، ماشي. 4000 جنيه ليا اجره ايدي، و4000 جنيه للراجل بتاع العمره. وقطع الغيار دي بقى انت وذوقك انت بقى، عايز تجيب المضروب هات، بس لو تسمع مني هات المضروب. والخراط عشان اشتغل انا بقى. الخراط نجيب اي خراط عادي عشان يسلمنا عمره وحشه فتجيلي لازم يبقى في خراط. ما انا كده مش هشتغل. لو انا سلمتك عمره حلوه من اول مره انا كده بقطع عيشي. يرضيك اقطع عيشي؟ ابوظ انا العربيه. ما انا بس انا ارزق، بس انا اكل لقمه حلوه اعمل مصلحه. لكن انت تستلم مني عمره حلوه من اول مره، ايه ليه انا فاتح ليه؟ معلش مش هينفع. اذا كان الخواجه نفسه بيعمل حاجه اسمها تجربه تيست، انا هعملها من اول مره. ايه انت فاكر ان انت انا ايه اشرف يوكوهاما؟ ايه اشرف الياباني جالي في التوكيل؟ ما يجركش العفريت، انا ما بفهمش حاجه في الدنيا. لو انت فاهم ده يعني انا اشوف حد تاني. شوف حد تاني، انا مش بتاعتي. بس اديني دلوقتي فلوس، انا كشفت. معلش اقول لك يا عم غير مكانه مني ليك اهو نصيحه. لا انا عايز اعمر بعد. عايز تعمر يا عم؟ يلا عملنا عمر يا عم، بسم الله. طيب ايه الحاجات اللي تحميني اصلا من ان انا اوصل لعمره؟ يعني انا برضو زي ما بقول لك ان تعمل ايه وتختار ايه، خليني احاول اقول لك ازاي ما توصلش اصلا لعمره. ده انا هقول لك دلوقتي سريعا، بس انا قلته في فيديوهات قبل كده بالتفصيل، ازاي تحافظ على الميه جوه العربيه وازاي تحافظ على الزيت جوه العربيه. اللي يخلي الموتور يبوظ يتلف، لا فيه ميه او ما فيهوش زيت. نقص اي حاجه من الحاجتين دول او الاتنين معا يخلي المكنه للاسف تتلف بالكامل من الداخل. عايز تعرف تفاصيل الزيت والميه، ارجع للفيديوهات اللي اتكلمنا فيها قبل كده عن ازاي اختار زيت كويس للعربيه وافضل متابعه بشكل دوري، وازاي اختار نوع ميه كويس للعربيه وافضل متابع الميه بشكل دوري. هسيب لكم الحلقات دي في الديسكريبشن. طول ما انت زيتك تمام وميتك تمام ما تخافش على المكنه. وانت بتعمل عمره تختار قطع غيار اصليه، تختار صنايعي كويس بيفهم فعلا في شغله ويعرف يقفل المكنه ازاي، تختار خراط نضيف جيد. والخراط ده وارد يجي يقول لك، الخراطين اللي من النوع ده انا بحترمهم جدا، حصلت يعني يجي يقول لك انا مش هستلم قطع الغيار دي، مش هاخدها لان مقاساتها اصلا مش صح، هتخش جوه المكنه مش هتديك الاداء المظبوط او غير جيده. فالخراط اللي يجي يقول لك قطع الغيار دي مش هاخدها، لا حبه واحترمه، قول له صح انا جايبها من مكان غير موثوق فيه، هروح اجيب قطع الغيار يفضل من التوكيل. ما عرفتش تجيبها من التوكيل تجيبها من موزع معتمد من مكان موثوق فيه، بس تبقى واثق ان قطعه الغيار دي لو مش اصليه 100% فهي على الاقل كوبي من الاصليه، يعني تتشابه معاها بنسبه 95% مثلا. غير كده العمره بتاعتك مش هتنجح، هتفشل. هنروح بقى للشق الثاني بتاع ان انا العمره مش هتنفع في عربيتي او الموضوع مش هيبقى مجدي، فانا هروح للاختيار الثاني بتاع الشورت بلوك. اهم حاجه قطع الغيار الاصليه. لو مش عايزنا نشتغل تاني، لو مش عايزنا نمد ايدي تاني ومره وخلصنا، قطع غيار اصليه. طيب قلت شورت بلوك، لازم تعرف انت داخل على ايه. الموضوع مش مجرد ان انا خلاص هروح اجيب موتور واحطه وامشي انا كده بقيت تمام، لا، ان انت تغير موتور تغير شورت بلوك. يعني ايه اصلا الفرق ما بين يقول لك موتور كامل وشورت بلوك؟ شورت بلوك يعني البلوكه بس اللي هي بتاعه الموتور، اللي هي دي. موتور كامل يعني مكنه بقى كامله بكامه بكنترول بحساساتها بفتاي، يعني ممكن يتطرق الامر المكنه بفتيسها. لكن كلمه شورت بلوك بس هي البلوكه اللي هي بتحط فيها الزيت، اللي هي الحته اللي فوق اللي بتزود فيها الزيت، هو ده الشورت بلوك. لازم تعرف انت داخل على ايه. انت داخل على حاجه برضو صعبه، حاجه تقيله. انا عارف ان الموضوع مرهق، سواء عمره او شورت بلوك هو مرهق. الشورت بلوك زي ما بيقولوا بطيخه هتاخدها انت وحظك، بس انا هقول لك على كام تكه يعني لعل وعسى ان انت تقدر تعرف ان انت المكنه اللي انت جايبها دي شكلها ايه. اول حاجه لازم تحط في بالك ان انت مش هاخد المكنه وامشي، لا، المكنه دي لازم تروح المرور، افحص العربيه تاني، ويكون الراجل اللي باع لك الشورت بلوك بعت الافراج الجمركي بتاع المكنه. من المكنه دي استيراد المفروض، ما انت اكيد مش هتجيب مكنه بايظه برده من مصر وتركبها، تبقى مكنه استيراد جاي من عند بتوع الانصاص، بتوع قطع غيار الاستيراد، بيجيب لك المكنه ويديها لك، وهو اللي بيبعت الافراج الجمركي بتاع المكنه على المرور اللي انت تابع ليه، اللي انت بتبلغه بيه. وانت بتروح خلال شهر او شهرين او 3 شهور على حسب بقى الاجراءات دي هتمشي في قد ايه، وتطلب بفحص العربيه بتاعتك تاني عشان يتم اثبات المكنه عليها. تقول لهم ان المكنه القديمه انا رميتها وجالكوا الافراج على المرور، يجي المهندس يطابق بصمه، الافراج اللي جالنا هو فعلا اللي عليه رقم المكنه البلوكه اللي جت في عربيتك، تمام، فدي دخلت بشكل شرعي تمام، والتاجر ده تاجر كويس مظبوط، بعت ورقه سليم، والمكنه هيتم اثباتها فعلا على عربيتك. طيب تختار المكنه ازاي؟ اول حاجه لازم تروح لتاجر تسترخصش. حط في دماغك ان انا كل ما بسترخص انا مش ناصح، بالعكس انا بسترخص
هي مش نصاحه، ده هي خيبه. هسترخص يعني هاخد حاجه غير جيده، ومش معنى كده ان انا بقول لك روح برضو للمبالغ فيه، لا، اعرف المكنه بتاعتك رنجها كام في السوق، وتسمع عن سمعه حد كويس. روح لواحد سمعته فعلا في السوق كويسه وتشوف المكن عنده. هيقول لك مثلا العربيه اللي احنا بنتكلم فيها دي، مش العربيه دي بس، عموما بتلاقي الوارد ده وارد خليج، وارد يابان، وارد اوروبا، على حسب بقى. في ناس بتقول لك ما احبش ورد الخليج، لان الخليج انتشر له فيديوهات مؤخرا للناس بتاخد العربيات تفحتها ويفحطوا بيها ويرموها، وانت تاخد المكنه بعد ما هي طلع عينها. ففي ناس كتير بتقول لك ابعد عن مكن الخليج، ولو مش عشان فحطوا بيها ولعبوا بيها، لا، عشان هي اشتغلت في ظروف تشغيل قاسيه، فانت بتاخد المكنه مش حلوه. فدايما المكن الاستيراد الخليج بيبقى ارخص من اللي جاي من اوروبا، لان المكن اللي جاي من اوروبا بتعامل معامله كويسه، عمرها ما هتشوف اللي شافته في الخليج. فانا من المدرسه دي بتاعت اللي يقول لك لا، هات المكن اللي جاي من اوروبا وابعد عن الخليج. هو سعره ارخص اي نعم، بس بيحتاج منك كشف ادق ان انت تعرف منه المكنه دي كويسه او لا. طيب المكنه بيتقاس كبسها، ما تتكسفش جدا انت تدفع فلوس، قول له انا عايز اقيس كبس المكنه. لما تركب قيس كبسها، في جهاز بيتحط على الاربع بوجيهات يقيس القوه اللي خارجه لكل بوجيه كام، والجهاز ده بنجمع بيه. الجهاز ده بدائي على فكره، مش جهاز حديث يعني، وبنجمع الاربع ارقام اللي خارجين من الاربع بوجيهات، بنشوفهم جايبين نسبه قد ايه. المكنه دي لو من 90 95 فهي جيده جدا، في مكن بيوصل 100% عادي. لو تحت ال 90% لا ينصح بيها، يعني انا عن نفسي ما بحبهاش، لان هي هتقعد معاك شويه برضه وكبسها هيقل. فما تتكسفش من التاجر تقول له انا عايز اقيس كبس المكنه، ما تتكسفش من التاجر تقول له افتح لي عايز اشوف البساتم اللي جوه الزيت اللي قالها شكله ايه. وده مش مقياس، لان في بعض الناس بيفضي الزيت ويحط زيت تاني، يكون الزيت محروق والمكنه بايظه، وهو يفضي الزيت ويحط زيت حلو جيد، يقول لك بص يا باشا المكنه انا البساتم من جوه بتلمع. لا، بس ده يبقى يعني حاجه كده ان انت تحطها في الحسبان. موضوع الزيت تبص على البساتم، شوف الميه اللي جوه المكنه لونها ايه، ميه حنفيه ولا ميه خضراء. الحاله العامه من جوه بتبان، كبس المكنه بيبان. لو انت معاك فني هيقدر يفيدك برضو اكتر، وانت بمجرد النظر تقدر تعرف من الحاجات اللي انا بقولك عليها دي. بس هي بشكل مبدئي لازم تقيس كبس المكنه، هو ده اللي يقولك المكنه دي كويسه او مش كويسه. يا اسطى يا باشمهندس اشرف، اسمي الباشمهندس يا باشمهندس اشرف، على عيني وعلى راسي. قول لي يا باشا، انا سايب، بص انا سايب ناس قد ايه، سايب شغل قد ايه عشانك. قول لي طيب. احنا ما كملناش شهر والعربيه بتدخن تاني. ما يبقى مش عايز ابطل يعني ايه يا باشا؟ ما احنا عاملين عمره مع بعض. ما هي دخنت تاني، طب اعمل ايه؟ انت جبت قطع جار منين؟ الاصليه. مين الخراط اللي اشتغل في المكنه دي؟ اللي تبعك. معقول. مين الميكانيكي اللي فك المكنه؟ في ايه؟ جبت قطع الجار دي منين؟ كوانا؟ لا، انا قلت لك من كوارش، من محمد كوارش. رحت لمحمد كوانا دي الهواء، قلت لي كوانا. لا، انا قلت لك الاصلي من كوارش. يبقى كده احنا استنفذنا المحاوله، محتاجين نغير مكنه. انا اسف بس معلش، لو هغيرها انا عايز 2000 جنيه تاني، هشيل دي ارميها اجيب مكنه تانيه. بعد اذنك اديني 2000 جنيه نقي عيل بتاع استيراد حلو. يا باشمهندس اشرف، حلوه. ايه الموضوع؟ غيرنا المكنه بس صوتها عالي، المكنه صوتها عالي ووحش قوي، المكنه ما كانش صوتها كده. يعني لما باظت ما كانش صوتها كده بالشكل ده. دور كده. ده انا ولا الناس اللي بطل. تمام. دور تاني. انا عايز 2000 جنيه لو هغير المكنه دي. لو مش عايز تغيرها حلها عندي، براحتك. هو استنى طيب يا اسطى، هتحل؟ انا مش عايز اغيرها، هي فيها ايه المشكله؟ علبه البيئه فاضيه. طب انا مالي؟ انت رحت عند واحد مش احسن حاجه، انت اللي بعتني دي. انت عارف بيزنس علب البيئه داير ازاي؟ بياخدوا الماده الفعاله اللي جوه علبه البيئه، احجار كريمه ويورانيوم ومنقيات فسفور وقصه كبيره ورصاص، وبياخدوها يبيعوها. ان انت رحت لواحد مش حلو، دي مش بتاعتي، علبه البيئه عندك عايزه تتغير. انت برضو اللي قايل لي على اللي اسمه ايه؟ طيب هتروح الايطالي. اسمع بقى، لو محمد الايطالي، هتروح عند امجد بيئه، هتقول له بعد اذنك احشي لي علبه البيئه او ركب لي علبه بيئه، دي لوحدها ب 8000 جنيه. انت حر، انا بس حاسبني عشان امشي. حاسبك على انا قلت لك علبه البيئه، انا مش عملت دي الواحده عندي ب 1000 جنيه. لا طب انا هروح بقى اغير من عنده الموتور. هات غير علبه بيئه. لا غير من اللي انا جبت منه. بيئة. طب حاسبني يا باشا. حاسبك على انا كشفته، انا عملت دي الواحده ب 1000 جنيه. بص 1000 2 3، انا بقول لك هاخد 2000 جنيه في الثلاثه، انا عامل معاك واجب يا عم. براحتك يا عم تقبل اقبل يا عم. عايزك تحط في دماغك بس ان انا كل النصائح اللي بديها لك دي عشان تحافظ على عربيتك، عشان ما حدش يضحك عليك، بس فعلا انا خايف عليك، خايف على فلوسك، خايف على عربيتك. لو المحتوى عجبك، انا اسمي اشرف عطيه، بقدم محتوى جديد عن العربيات. لو عجبك المحتوى اعمل لايك وشير
وسبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلك الفيديوهات اول باول. سلام.